كل الشارع البركاني وتواقفوا مع الناس وخرجوا احتجوا من اجل اطلاق سراح طارق. ولكن شحال بواحد وشحال من ضحيه راه داخل السجن بسبب شهاده طبيه الطبيب عدم الضمير. اليوم غيكون الصرخه ديالنا واحده، كلنا طارق، كلنا طارق، كلنا طارق، كلنا طارق، كلنا طارق. الوحده والكرامات اللي بغيناه يكون يكون، بغيناه يكون يكون. الوحده والكرامات في العلني، راس القرار ما زاد العلني. طلع شفاف والطريق كيعاني، طلع شفاف والطريق كيعاني، طلع شفاف والطريق كيعاني، طلع شفاف والطريق كيعاني. وباعوا السبيطارات في المزاد العلني، باعوا السبيطارات في المزاد العلني. وطريق إلهية وطارق ضحية، وطارق ضحية. والعدالة فينا هي، والعدالة فينا هي، والعدالة فينا هي، والعدالة فينا هي. أطلق الكلمة ضحية. نحن لا نجامل غادي نقدموا حتى شي واحد من فراغ. طريق شاب مظلوم جينا نضامنوا معاه، ولا كنا نحتجوا على الطبيب فهذا ما يمنعش ان هناك اطباء شرفاء ما غاديش نسمعوا الجميع. هناك اطباء شرفاء نشهدوا لهم امام الله عز وجل بدون مجامله وبدون مزايدات. نحن نقصد الطبيب الذي اعطى شهاده طبيه للمريض الذي هو معافى وصار الان طريق. اليوم طريق في الحرجه الوجده. حاجه وحده اللي ما ناكدوا عليها اننا اقسمنا على ان نحارب سماسره الشوائب الطبيه ورانا نعرفوهم، وان كاعلاميين غادي نتبعوهم واحد من واحد، وان هذا الشهر ديال رمضان سيكون ظلاما على كل الظلاميين. الشعب يريد سراح المعتقل، الشعب يريد سراح المعتقل، الشعب يريد سراح المعتقل، الشعب يريد علينا وهليك من طغى وجبار علينا بفضلك مولانا جود علينا. وهليك من طغى وجبار علينا بفضلك مولانا جود علينا. وهليك من طغى وجبار علينا بفضلك مولانا جود. القضية لا تنازل عن القضية، طارق خلوصية، طارق خلوصية. لا تنازل عن القضية، لا تنازل عن القضية. والوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون. نازل يا منازل، نازل بدل الحرية، نازل بدل التهميش، نازل بدل الحرية، نازل. واننا نتفاهموا اطلاق ديال السراح ديال طارق. طارق اقسم لكم بالله وصل يمشي يبوطر الى قالت لنا وحده قال الخوت ما تسمعوش فيا. طارق يواصل من الحلف بالعقوبة تعيش. يكفينا 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 بالتميش. مواطن رشوة المرشدة، رشوة البطولة، رشوة البطولة، رشوة المرشدة، رشوة وبركة، رشوة والعدالة فينا هي، والعدالة فينا هي. وطارق ضحية، وطارق ضد الحكومة، ضد الحكومة. يا طريق ارتاح ارتاح صاروا وسيل الكفاح، يا طريق ارتاح ارتاح صاروا وسيل الكفاح. قلنا ان الطبيب اللي ما عندوش الضمير عطاو شهاده طبيه، وقلنا ان هناك اطر طبيه في الدراك نزيهه وكتشتغل، فاننا نحيي الرفيق بن داود محمد اطار في مستشفيات الدراك لجسام الطريق ضد الطبيب. وهذا نرفعوا له التحيه ديال النظام، التحيه ديال الشروط المناظرين. سي بن داود اللي دائما كان مع المريض، كان دائما مع المظلوم. اليوم غادي نعطوا الكلمه السي الباسي وصبري بلال في واحد العيا. انا مستعد ندخل للحبس، انا مستعد، ولكن لا كان بلال، ولكن لا تثنى ان بلال معافى ما فيه حتى شي حاجه. فعلى الطبيب وعلى بلال
كل الجماهير الحاضرة في هذا العرس النضالي الذي يعبر عن تضامن الشعب المغربي كلما دعت الضرورة. أنا حضوري هنا كان بمحض الصدفة، لأنني كنت مدعو لحضور الائتلاف النقابي الذي يحتج حاليا على السياسة الحكومية اللا شعبية. كنت ممثلا للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع الإخوان في الاتحاد المغربي للشغل، على اعتبار أن الحكومة الحالية جاهزة على مكتسبات الشعب المغربي، بداية من ضرب الحق في التقاعد، وكذلك ضرب الوظيفة العمومية والعزم على العمل بالعقدة. إذن هنا وجودي معكم يشرفني جدا، وأعلن تضامني مع الأخ طارق، وكما أجدد تحية النضال للأخ عبد الصمد وكل الإخوان الشرفاء والشريفات في هذا الوطن. ولكن هي مناسبة لأبلغكم رسالة تحز في النفس، وهي الحق في الصحة. الحق في الصحة لم يعد المجال للكلام عليه، وأنا أناشدكم أن نرفع جميعا شعارا في موضوع قطاع الصحة والحق في العلاج. باعوا السبيطارات في المزاد العلني، الشفار ضد الفلوس والمواطن كيعاني. وباعوا السبيطارات في المزاد العلني، الشفار ضد الفلوس، مواطن كيعاني. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا إلى يوم الدين. قال الله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقفتنا في هذا اليوم وقفة مشهودة، لا لشيء إلا دفاعا عن حق الإنسان في العيش الكريم، ودفاعا عن حق أخينا في أن يكون بعيدا عن الشبهة والظلم في زمن كثر فيه الظلم، ولكن الله من ورائهم محيط. من الإخوة أطلب من الإخوة إذا كان ممكن الإنصات للكلمة الختامية، ولكن لن تكون ختامية لأن نضالنا سيكون مستمرا حتى يطلق سراح أخينا الذي نراه مظلوما في شهر الغفران والرحمة والمودة. إذن وقفتنا هذه افتتاحية، ولكن نضالنا سيستمر. ولكن البيان الختامي نقول فيه على إثر الأحداث التي رافقت قضية طارق بالهاشمي بالقاسم المصور الصحفي بجريدة أوريون 24 التي أدخلته السجن المحلي بمدينة وجدة بسبب شهادة طبية مشكوك في أمرها أدلى بها السيد بلال السفياني. وحسب هذه الشهادة فإن المدعي يعاني من عاهات مستديمة غير قابلة للعلاج، وهذا ما جعل الهيئات الصحفية بالمدينة والنقابة المستقلة للصحفيين المغاربة في الفرع الإقليمي بمدينة بركان تتحرك من أجل تقريب وجه النظر بين المدعي والمدعى عليه حتى يتم الصلح بين الأطراف. قال الله تعالى: والصلح خير. وبعد اجتماع مطول مع السيد مصطفى وابنه بلال السفياني الذي تفهم الأمر بدايته، تم الاتفاق على الصلح مقابل تسلمه شيك قيمته 9000 درهم لإجراء العملية الجراحية لابنه مقابل تنازله عن القضية على حد قول الأب. وفي حالة ثبوت أن الأب أو الابن في صحة جيدة ولا يحتاج إلى عملية جراحية فإن الأب لا يطالب بأي تعويض مادي حسب تصريحه الأول هذا. وفي الصباح الموالي تم اصطحاب بلال السفياني إلى الطبيب المختص لإجراء الفحوصات اللازمة، والتي تبين من خلالها أن المدعي لا يعاني من أي عاهة مستديمة في أذنه. الغريب في الأمر، ركزوا معي سادتي الكرام، الغريب في الأمر أن الأب أصر على متابعة حالة الابن مع نفس الطبيب الذي أعطاه الشهادة الطبية الأولى المشكوك في أمرها، والتي أدت إلى متابعة طارق بالقاسمي في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة وجدة. وبناء على الشهادة الطبية الجديدة وحسب نفس الطبيب أن المعني بالأمر بلال السفياني لا يعاني من أي عجز، تناقض غريب وصارخ. لا يعاني من أي عجز أو عاهة تتطلب إجراء عملية جراحية، مما يفتح الباب على مصراعيه في صحة هذه الشهادة الطبية المسلمة للمشتكي. ونحن كفعاليات إعلامية وجمعوية وهيئات شبابية ونقابية نلتمس من وكيل جلالة الملك وكلنا ثقة وفي قاضي التحقيق بإجراء خبرة مضادة على المدعي، ومن أجل إثبات براءة طارق بالقاسمي المتابع ظلما وزورا بناء على شهادة طبية كيدة فيها كيد. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قلت بناء على شهادة طبية كيدية
لذا ندعو الجميع إلى التآزر والالتفاف والتكاتف والالتفاف قصد متابعة كل من ثبت تورطه في هذا الملف الملغوم. ونحن كفعاليات إعلامية وجمعوية وحقوقية محلية ووطنية نعلن عن تسطير برنامج تصعيدي والإعلان عن دعمنا اللامشروط للزميل طارق بالقاسمي، والدعوة إلى وقفة احتجاجية كخطوة نضالية أولى في انتظار خطوات قادمة، والله المستعان على ما تصفون. ويستمر الكفاح. ارتاح يا طارق، تابع النظام. هاد الوقفه جينا باش نضامنوا مع الاخ ديالنا طارق باش يتلقى صراحه ويفرج عليه، لانه حنا متاكدين بانه مظلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جينا كفاعلين جمعويين، كفاعلين سياسيين، كفاعلين شبابيين بمدينه بركان، جينا نقولوا جميعا وجينا نتضامنوا جميعا مع الاخ طارق في هذه المحنه اللي كيتعرض لها. حنا كنطلبوا من العداله انها تاخذ المجرى ديالها الحقيقي، كنطالبوا من السلطات المحليه والسلطات الاقليميه انها تبادر في تحقيق اللي شفاف فيما يخص الشهاده الطبيه اللي مشكوك في امرها، واللي هي اللي جعلت الشاب ديالنا طارق انه كيتحال على الجنايات مباشره. جينا اليوم كنقولوا اللهم هذا منكر، جينا بكلمه واحده اننا نشاركوا فعاليه، وكنقولوا ان المعركه ما زالت مستمره لهدف واحد، ما عندناش جوج اهداف، وهي اطلاق السراح ديال السي طارق باش يخرج الوالدين ديالو سالما. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في هذه اللحظه التاريخيه، لحظة تهم ملف حقوقي بحت يتعلق بقضية فيها مجموعة من الخروقات ظهرت منذ البداية وتواصلت في نهاية المحاكمة. نتمناها نهاية سعيدة للجميع، نتمنى الصراح نهائي ان شاء الله للاخ طارق يشوف الحريه، اللي هو اصلا ما دارش شي حاجه يستحق انه يكون في هذاك المكان، ولكن لظروف خاصه وجد راسو في واحد المكان اللي ماشي ديالو. ونتمنوا ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله المحاكمه تكون عادله، ونتمنوا له الصراح في اقرب وقت ان شاء الله ممكن.